وتحتاج الى بالفعل لاعب مثل ياسر. طبعا هو طلب من المدرب زلاتكو بان يكون متواجد قليلا على الاطراف نتيجه لشعوره بالاصابه. ياسر القحطاني يتجه لماجد المرشدي لاعطائه شاره القياده الهلاليه، وياسر القحطاني ممسك بمكان الإصابة. هنا نايف هزازي يحاول الطلب من ياسر الخروج إلى خارج الملعب. سلامات لياسر. نايف هزازي، دخول يو بيونغ سو إلى أرض الملعب. الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني. كرة لصالح الهلال للنقطة 51. وهناك أيضا صافرة وخطأ على إبراهيم هزازي، وبطاقة صفراء ثانية، والبطاقة الحمراء ثانية على إبراهيم هزازي، وبالتالي البطاقة الحمراء. وخليل جلال أيضا يطلق نهاية اللقاء مع البطاقة الحمراء. وحديث بين خليل جلال وإبراهيم هزازي، بطاقة صفراء ثانية وأحداث المباراة. هناك الكرة المشتركة كانت بين عبد الله الزوري وبين إبراهيم هزازي بطاقة صفراء ثانية، ومن ثم البطاقة الحمراء. وخليل جلال الذي في آخر لقاء قاده تحكيميا للهلال والاتحاد قام بإبعاد أحمد الدوخي وإبعاد حمد المنتشري بالبطاقة الحمراء، واحتسب أيضا ركلة جزاء لم يسجلها ياسر القحطاني، وفاز فيها الهلال بهدفين مقابل هدف واحد. هنا أيضا تحضر بطاقة حمراء مع